أتى رمضان فالدنيا صلاة وقرآن تضيء به الحياة، لنا ظمأ إلى أنوار ربي به تلقى السماحة والنجاة. نهونا هل لنا لله عود، فكم قد أغرقتنا السيئات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف حالكم يا متابعين؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبخير وبصحة وعافية. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله راح أشارككم فيديو بسيط، هو تجهيزات واستعدادات لشهر الخير إن شاء الله. حابة أرحب في اللي انضموا معانا للقناة مؤخرا، وحابة أشكرهم وأشكر كل من حط لايك أو كومنت وأرحب فيكم في الجدد وفي الأوليين. حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله راح أشارككم مشتريات بسيطة للمطبخ، مو للشهر رمضان، هي هذه ناخذها يعني في كل وقت. الأغراض اللي نحتاجها يعني، وضفت عليها شوية حاجات زي البهارات. أنا متعودة إني أجددها يعني من فترة للثانية، وخصوصا في شعبان لازم إني أشتري بهارات. يعني مو أنا بس، يعني الكل سبحان الله لازم يعني ناخذ البهارات هذه ونجددها ونستعد فيها لرمضان وكذا. مع إننا يعني ناخذ طول السنة بهارات وكذا، لكن في رمضان في شعبان بالذات على أواخر شعبان لازم الطقوس هذه سبحان الله، لازم ناخذ بهارات ونرتبها ونضبطها ونجهزها وننظفها. وبرضو أخذت شوية أغراض كانت ناقصة وجبتها. الجزمة هذه وانتم بكرامة كنت في المركز ولقيتها وعجبتني، أخذتها لولدي. وأخذت شوية الأغراض هذه اللي هي النايلون واللي في السكاكين، المفارش حقة الطعام وكذا، حاجة يعني ضرورية للبيت ولا في أي وقت. وأخذت الجبنة هذه، كان عليها عرض. أنا صراحة أول مرة أشوفها أشتريها يعني، جبتها. قلت أجربها إذا حلوة نعتمدها يعني. المحل هذا اللي هو جنب بيتي على طول، أنزل له مشي. كل ما نقصت حاجات أروح له. وأخذت من عندهم، كان في عرض على المكرونة هذه، كانت 6 ب10. المكرونة هذه بنات ممتازة، جدا ممتازة النوعية هذه. أخذت منها. ويعني مع إنه إحنا مو مرة مع المكرونة، خاصة في رمضان يعني مو مرة معاها، لكن يعني ولدي يحب المكرونة وكذا، فأخذت هذه الكمية. وأخذت هذا القسطير لعيون البوتاجاز، علشان بجربه. أنا أول مرة أجيبه الصراحة، بجربه. وهذه طبعا دايما اشتريها اللي هي حقة القلاية الهوائية. ورق الزبدة هذا مرة ممتاز، يحافظ على القلاية. ويعني ما تنزل الزيوت ولا يلزق فيها الأكل وكذا. وطبعا الفول أخذت كمية أجهز منها برضو لرمضان. وأخذت يعني شوية أغراض وكذا. القهوة طبعا لازم أجهزها من الآن يعني لرمضان. أنا المرة هذه ما سويت صراحة قهوة في البيت، اشتريت جاهزة، بن وزنجبيل والهيل. أخذت كمان البهارات هذه اللي هنا عندكم، كمون وفلفل. أنا عندي صراحة بس حبيت أزود عليها. وأخذت اللي قلت بما إني يعني رايحة خليني أزود وتكون عندي يعني، أحفظها في الثلاجة في الفريزر، ما يعني يجرى لها شيء يعني. المكان اللي أنا رحت له عندهم البهارات هذه مرة حلوة يعني. المرة اللي فاتت أنا كنت ماخذة من بلدة. واخذت الكركم والقرفة وهذه البهارات تبع القهوة طبعا.
بهارات بيشة والبهارات القصيم، هذه تبع القهوة. وهنا أقول لكم برضو هذا الشوفان هذا مرة ممتاز، أنا ما أستغني عنه، ما هو بس في رمضان، يعني في الأيام العادية يعني نستخدمه في الفطور وكذا. بعض أوقات يعني اللي مسوين دايت يعني يستخدموه، ولكن ما أكثر منه، لأنه برضو يرفع السكر إذا زاد يعني. وبرضو هذه الأغراض أخذتها علشان أحتاجها في التنظيم، أبغى هذه للأدراج وكذا. هذه كمان السلك المواعين ذا. وهذه اللي قلت لكم أحتاجها للدروج لتنظيم الأدراج وكذا. والشاي البابونج هذا مرة ممتاز صراحة، كوباية منه في الليل قبل النوم تهدي كذا وتدخلين في النوم بعمق. والمج هذا شفته وعجبني وأخذته له غطا كذا، أنا كان عندي صراحة 2 بغطا فانكسرت يعني كلها، ما باقي الغطيان بس حقتها وهي تكسرت ورميتها. والسيليكون هذا برضو أخذته، عندي فراغ في المطبخ ينزل موية أبغى أحطه له. وبس والله يا بنات، هذه المشتريات اللي أخذتها حاجات بسيطة يعني. هذه الإبريق هذا حق الشاهي حق نفرين يعني، كوبايتين تقريبا، صغير جدا حجمه، في صفاية من جوا، حلو مرة، اكريليك، مقاوم للحرارة برضو، يجي على النار يعني إذا تبغى تحطيه. وهذا ثاني، حجم ثاني منه أكبر يعني، نوع ثاني. ويعني هذه المشتريات اللي أخذتها، ما أخذت حاجات كثيرة يعني غير الكوبايات هذه كنت محتاجتها. أخذت دستتين يعني، هذه واللي قبلها، وشوية رفايع يعني، حاجات بسيطة اللي أخذتها، ما أخذت أشياء كثيرة، لأن زي ما قلت لكم أنا عندي الدولاب ما فيه يعني مكان مزدحم عندي، لازم أشيل منه وأرجع علشان أحفظها. وهنا راح أرتب الحاجات اللي شريتها وأرجعها في أماكنها. كيف استعداداتكم إن شاء الله لرمضان يا بنات؟ أكيد استعديتم من قبل، ما شاء الله تبارك الله. الأخوات شايفاهم مستعدات وكذا، أنا متأخرة صراحة، لأن إحنا في الإجازة هذه اللي راحت رحنا الديرة، سافرنا ورجعنا، رجعت شوية تعبانة وكذا، وعبال ما يعني كنت البيت على طول ابتدينا في التنظيفات وهذه، وما صراحة ما صورت حاجات كثيرة، صورت مقتطفات كذا راح أنزلها لكم إن شاء الله في الفيديو. يعني نظفنا كذا بدون تصوير، علشان التصوير صراحة ياخذ وقت وأنا أبغى أنجز صراحة. فخلصنا شغلنا وكذا، وبدينا في التفريزات برضو إن شاء الله. راح أنزل لكم فيديو بكرة حيكون عن التفريزات وكذا. وحابة أكلمكم يا بنات عن اللي عندهم أمراض مزمنة وكذا، لازم يعني من اليوم يعدلون جرعاتهم وكذا، ومع طبيبهم وكذا، لازم يسألون عن أوقات الدواء متى ياخذوها ومتى، خاصة مرضى الغدة الدرقية لازم يسألون أطبائهم عن الجرعة حقتهم، لأن صراحة في رمضان كثير من الناس يخرجون من رمضان وهم عندهم كسل في الغدة الدرقية زايد، وأنا كنت منهم الحمد لله. يعني في الفترة الأخيرة أنا عرفت كيف أتعامل مع العلاج حقها. صراحة بالنسبة له هذا الدواء شوية يعني حساس، لازم يكون على معدة فاضية جدا، على معدة فاضية ما في وطبعا صعب يكون بعد الفطور يعني بعد الأذان على طول، بعد أذان المغرب، لأن الواحد يعني يبغى يفطر وكذا، وصعب يكون طول اليوم صايم، وأول ما يجي يأذن يشرب الموية ويشرب الحبوب، لأنه طبعا ما ينفع يفطر على طول بعد ما يشرب الحبوب، لازم ينتظر علشان ياخذ المفعول حقها. لازم 2 ساعة يا بنات، لازم 2 ساعة كاملة علشان تاخذين المفعول التام من الحبوب الثايروكسين.
أنا أول صراحة كنت أخذها، يعني أخذها وبعد نص ساعة أو ساعة أكل، فكان ما تعطيني النتيجة المرجوة منها. كنت أخذ 110 وكانت ما تعطيني النتيجة يعني. فلما صرت أخذها، يعني لما مشيت على النظام الصيام المتقطع وصرت يعني أصحى الصباح لصلاة الفجر أخذ الحبة هذه، وعلشان أنا ما أفطر على طول، أول ما أصحى لازم أجلس 3 ساعات 4 ساعات بعد كذا أفطر، فصارت تعطيني مفعول ما شاء الله. صار عندي نشاط فيها، صار دايما لما أروح للمراجعة حقتي يقولوا لي في نشاط زايد في الغدة الدرقية، وينزلون الجرعة، نزلوها إلى 100. بعد كذا برضو رجع في نشاط في الغدة الدرقية ونزلناها إلى 75. حاليا أنا أخذ 75. فيعني النتيجة السليمة لأخذ العلاج هذا لازم يكون على معدة فاضية، ولازم بعد ما تاخذين الحبة ما تاكلين على طول، لازم أقل شيء ساعتين علشان تعطيك المفعول السليم لمفعول الدواء هذا، علشان تستفيدين منه. لأنه برضو زي أنا أخذ برضو دواء ثاني، أدوية ثانية فتتعارض معه، لازم الدواء هذا تاخذيه ما تاخذين بعده شيء علشان ياخذ وقته ويمتص الجسم وكذا. بعد كده تفطرين وتاخذين إذا أنت عندك علاج ثاني مثلا، أو زي مثلا مرضى السكر، مرضى الضغط، أو ياخذون العلاج حقهم علشان ما يتعارض معه. أنا عندي الحبة حقت السكر أخذها بعد الفطور. أنا حاليا باقي أخذ حبة حقت السكر، الحمد لله يعني السكر انخفض عندي، تراكمي انخفض عندي الحمد لله، قدرت أسيطر عليه. وإن شاء الله يعني في رمضان نستمر على النظام اللي احنا ماشيين عليه، مع تغيير يعني حاجات بسيطة فيه. طبعا أنا مراجعة قبل، لازم كل سنة أنا أراجع في آخر شعبان علشان أخذ النظام اللي حمشي عليه في رمضان مع الصيام وكذا. فزي كذا يعني أي إنسان عنده مشاكل صحية لازم ينظم علاجاته وأدويته في شهر رمضان علشان ما تحصل له مضاعفات أو يتعب، أو يعني يصير عنده مثلا مضاعفات سواء سكر أو ضغط أو غدة أو أحد الأمراض المزمنة هذه، عافانا الله وإياكم منها إن شاء الله. فيكون عامل حسابه مع الصيام. طبعا في ناس ما يصومون، اللي عندهم السكر خاصة من النوع الأول صعبة يعني صيامهم، إلا إن كان يعني مسيطر على السكر عندهم والطبيب سامح لهم إنهم يصومون، ذولي يعني وضعهم ثاني. لكن في ناس صراحة ما يقدرون يصومون لأن مستويات السكر عندهم تتعبهم مع الصيام. لكن السكر النوع الثاني لا الحمد لله يعني يقدرون يصومون وكذا، بس يضبطون يعني جرعهم العلاجية وكذا ويقدرون يصومون وبس. والله يا بنات هذا هو، حبيت أنوه لهذه النقطة علشان الكل ينتبه لها وكذا وما يحصل عنده مشاكل. وهنا دخلنا على التنظيفات. نظفت الغسالة حقت الصحون، سحبناها ونظفناها نظفنا مكانها وكذا، ورجعناها وصارت نظيفة الحمد لله. وبس يا بنات، حابة بس أذكركم أنكم تحطوا لي لايك إذا عجبكم الفيديو وكومنت تسعدوني فيه. الله يسعدكم إن شاء الله دنيا وآخرة. واللي لأول مرة تشوف قناتي يا ريت تشترك معانا يا بنات في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل جديد إن شاء الله. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم إن شاء الله في فيديو بكرة، وفي أمان الله.